السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ هانيين؟ كنتمنى تكونوا مزيان في احسن حال. اليوم جيت نحضر معكم بان دومي اولا طوست باش معروف. المهم صراحه كيجي زوين، كيبغيوه صغار وكبار، واهم حاجه اقتصادي بالقمح كومبلي ديال الزرع ديال النخاله اللي كتعجنوا في الدار. كيطلع لكم اقتصادي احسن ما تبقاو تشريوه من بيم ولا مرجان ولا من عند مالين المخابز. كيطلع شويه غالي، تاخذوا بالنسبه اللي كيبغيو الوليدات بزاف. شحال قد كل نهار تجيب واحد، كل نهار راه بزاف. والله من الاحسن صوبي اختي في دارك وكنت كيسي على جيبك. هذا ما كان انت اختي قمح كومبلي وتقولي فيه نقيطه ديال الفورس باش اختي تصوبي هذا البان دومي. تبعين اختي، تبعيني. يلا اختي نبداو على بركه الله. بسم الله. يلا اختي صحيبتي نبداو على بركه الله. بسم الله. لهاد الطوز ديالنا او بان دومي غادي نحتاجو ان شاء الله نص كيلو ديال القمح ديال الزرع بنخالته كيف ما كتشوفوا، ما مغربل ما والو. هنا غادي ناخذ ربع ديال كاس زيت الروميه، وهنا معلقه كبيره ديال الخميره. وبطبيعه الحال المكون الرئيسي ديالنا في كل وصفه هي الملحه. هذا ما كان. يلا بقاو معايا. المهم انا الطاس غادي نعجنو ان شاء الله في العجانه. نتوما ممكن انكم تعجنوه بايديكم، راه صراحه ساهل، ما كيحتاج لا دليك لا والو. اول حاجه غادي ناخذ القمح نضيفو السلاف الثاني، نضيفو الخميره مليحه والزويزه صافي. ساهل مال صراحه، وكيتقام اقتصادي في الدار احسن من كتمشيو تشريو من المخابز او من البيم ولا من المرجان. كيتقام شويه غالي. كتصاوبوه في الدار وكتعرفوا راسكم شنو مصاوبين شنو دايرين، كتكون حاجه نقيه. غادي نعجنوه بالماء يكون شويه دافي، ماشي بارد وماشي سخون، مي دافي اللي كنعجنوا به الخبز المعتاد. صافي هنا كنديرها في العجانه كتعجن. من بعد كنضيفوا المياه دافي ديالنا باش كتعجن لينا. اهم حاجه العجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش مرخوفه، بين. كنعاود ناكد لكم هنا راه القمح بخالته، القمح ديال الزرع. هيا كتعجن، يلاه تعجن عجن صافي. هنايا كتكون جمعت لينا العجينه ديالنا، خليتها بين. كناخذوا شويه ديال زيت العود، هانتوما كيما شفتوا بين. كندهنوا يدينا، كندهنوا داك العجينه بالزيت كامله. كنخليوها ترتاح حتى يبان لينا الحجم ديالها شويه ضعف. كنخليوها حتى كنستمر. المهم هنايا خليناه ارتاح لينا كيف ما كتشوفوا، وتا الحجم ديالو يعني يخمر لينا شويه. المهم دابا غادي ناخذ سطح العمل، غادي نرشوا فيه الدقيق نخالته. نتوما تقدروا ترشوا السميده، تقدروا ترشوا الفورص، لكم الاختيار. كنجيو نهزو بحال هكا صافي، وكنقرصوا غير بيديكم على الشكل طولي بلا مدلك. المهم كنبقاو بحال هكا حتى كتسهل. المهم بعد ما قرصنا بحال هكا نتوما شوفوا اش كنديروا. كنبداو بحال هكا، انا حيت شاده بايد وكنصور بايد. كنلويو بحال هكا مزيان، وفي كل تلويه كتلويو كتضغطوا بحال هكا ها يلا نعاودوا نلويو بحال هكا ونضغطوا عاوتاني. صافي نبقاو على هاد العمليه حتى وكنساليو. نتمشوا ضروري تضغطوا تسدوا ضروري. وهذه اللي كتبقى بحال هكا من هذا كنديروا لها بحال هكا، كنسدوها مزيان صافي. وكنقادو الجناب ديالنا مزيان بحال هكا باش يجينا على حساب المول ديالنا. من بعد غادي نرش واحد شويه ديال القمح، وغادي نرولي في هذا القمح ديالنا. ها هو المول ديال الطوس كيف ما شفتوا راه بالخطه ديالو. هانتوما دهنوه بزبيده، رشوه بالدقيق
اولا بالسميده اولا بالفورش لكم الاختيار. وتا المخطه ديالو غدهنوها بزبيده. المهم دابا غنهزو هادي ونحطوها هنايا وغادي نخليوها تختمر مزيان حتى كتختمر تبان لكم ضاعف الحجم ديالها طلعت. وكنكونوا سخنا الفران مزيان. من بعد كنديروا درجه الحراره ديال 190 ما بين 180 و 190 اللي بغيتو وغير من التحت صافي. وكنخليه يطيب. اللي ما عندهاش المول ديال الطوز دير غير المول داك الطويل صافي تغطيه بشي سوينيه لا عندها. وهانتوما معايا صحباتي حباباتي ملي ديروه هنايا حاولوا تبسطوا بيديكم هكا الجناب هنا حتى من هاد الجهه هادي صافي. صافي هذا ما كان. دابا غادي نغطيوه نخليوه حتى وكان يخمر. ملي يخمر ديك الساعه ندخلوه يطيب. كيف قلت لكم الفران يكون سخون ودرجه الحراره 180 ولا 190. المهم انا غندير 180 وهذا غير من التحت فقط. ومده الطياب يقدر ياخذ لكم ساعه الا ربع ساعه حتى ساعه وربع على حسب الفران. حيت كاين اللي عندها تبارك الله كيطيب كاين اللي معتدل كاين اللي كيكون الحراره ديالو شويه ناقصه. يلا هانتوما معانا من بعد ما غيختمر غادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات شو دابا من بعد ما اختمر لينا مزيان دابا غادي ندخلوه على فران سخون على درجه الحراره 180 غير من التحت مده ساعه الا ربع ساعه غالبا. يقدر ياخذ حتى ساعه وربع على حسب كل الفران ديالو. يلا نتوما معايا ندخلهم الفران ندخلو الفران ان شاء الله. ومن يخرج غتشوفوا معايا النتيجه باذن الله. هانت اختي حبيبتي من بعد مرور ساعه بالضبط باقي سخون خرجته. انا غادي نحلو انا هانت اختي. هانتوما شفتوا راه تحمر من الفوق ومن التحت. راه ملي تحمر من هنا راه اوتوماتيكمون بينا تحمر من التحت والجناب. المهم كيف ما قلت لكم العافيه غير من التحت مده 180 درجه ونخليه. انا خدا ليا ساعه تقدرتي اختي حبيبتي ياخذ لك ساعه وربع يقدر ياخذ لك قل. المهم على حسب الفران. يلا دابا غناخذ واحد المنديل فاش غنديروه ونكمدوه مزيان حتى دوز 6 سوايع ولا 7 يعني تيبرد مزيان اختي عاد باش غادي نقطعوه ان شاء الله. هانت اختي شوف فيها هو قلبتو. هانتي شوفي راه محمر من جميع هذه الفوق ديالو هادو الجناب شفتوا. هانتوما صافي دابا غادي نكمدوه مزيان. غادي تكمدوه بحال هكا. المهم انا راه خدامه بايد نصور بايد. تكمدوه مزيان تكمدوه حتى من الجوانب مخصوش يدخلوا الهواء مخصوش يدخلوا الهواء. وناخذ دابا السلوفان وغادي نديروه فيه. المهم نغلفوه ونرجع معاكم. هانتوما كيف ما شفتوا غلفتو مزيان. هانتوما شفتوا مخصوش يدخلوا الهواء ايوا غير بشويه عليه اللي يتهرس. صافي دابا غادي نخليه مده ديال 6 ساعات حتى 7. المهم تيبرد ليا مزيان عاد باش غادي نقطعو ان شاء الله. يلا بقاو معنا لا نعاودو. ايوا اختي صحيتي هنايا من بعد ما خليت الطوز ديالنا برد يعني تلج بالمعنى ديال المغاربه تلج حاجه تلج. نورمالمون هو كيبقى 6 سوايع. انا خليته غادي درتو الصباح انا خليته حتى الليل باش يتقطع لينا مزيان. وياك وتصاوبوا وتقطعوا سخون خاصو يبرد يتلج مزيان. المهم دابا غادي نجيب اختي واحد السكين غادي نقطعوه. المهم انا غادي نحبس الفيديو حتى وكنقطع حيت راكم عارفين كنسجل بايد اختي ونصاوب بايد ما يمكنش ليا دونك غادي نقطع ونرجع لكم. انت اختي صاحبتي قمح كومبلي وتقولي فيه حبه ديال الفورس. شو كيجي مخرج زوين واهم حاجه بنين بزاف صح احسن من ديال الفورس. واهم حاجه راه خفيف ها وجرطيطه بصراحه باش يبقى معكم. هذا نورمالمون على حسب العبد الوداد شي حاجه غيدير لكم يومين بس كيبقى زوين. كنعاودو نديروه في داك الزيت اللي درناه ونديروه في واحد البلاستيكه كنديروه في الثلاجه ملي كنبغيو نحتاجوه راه كنجبدوه.
واللي بغات مثلا تصاوب دابا واحد وتعاود الغد ليه تصاوب واحد باش تحتفظ به. بالنسبه اللي كيبغيو لها وليداتها بزاف وداك الشيء، تصاوب دابا هذا ديرو في الثلاجه يبقى لها يومين، الغد ليه تصاوب واحد. داك مني براد مزيان غتشديه اختي وغتقطعيه بحال هكا كله، غتقطعيه بحال هكا وغادي تخليه وديريه في واحد البلاصيك وديريه في فريكو. ديك الساعه ملي تبغي جبدي الشرائح اللي بغيتي، وحتى 2 3 على حساب، راه كيبقى فريكو مزيان. صافي هذا ما كاين هادشي اللي كاين اختي. صراحه عجبني، واهم حاجه اهم حاجه عاوتاني انه بنين. عرفتوا راه بنين فيه واحد البنه ما نوصفهاش ليكم صراحه. ملي غتجربوه غتردوا عليا خبار. تقولي صراحه اختي اسماء الله يعطيك الصحه على داك 22 اللي صاوبتي، قمح كومبلي واعر بزاف. شوف اختي التخريب شنو. صافي اختي، وهنا الفيديو كيكون سالا عفوا الفيديو كيكون سالا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك لي كومونتير زوينين بحالكم، بارطاج نتوما البارطاج باش القناه ديالي تكبر. كنشكركم بزاف. اسماء من قناه عالم ايه وجنات كتقول لكم سلامه، تهلاو في راسكم كالعاده، ما تخموش اللي دار الله هي اللي كاينه واللي بغاها الله هي اللي غتكون. سلامه، باي باي.